كان قاعد على الأرض وبيبص في الفراغ، والدموع نشفت من كتر ما بكى، وقال يا رب لو مش ناوي تيجي خدني، أنا خلاص. بس المفاجأة، يسوع جه في اللحظة اللي فقد فيها كل أمل. كان قاعد لوحده في أوضة ضلمة، لا نور في قلبه ولا في وشه، والدموع نشفت والمخدة بقت عارفة كل حكاياته. الكلمة اللي قالها بكسرة حقيقية: يا رب أنا خلصت، مش قادر، لو مش ناوي تيجي خدني. كان فاكر إن دي نهاية الرحلة، بس كانت بداية القرب. فجأة وهو مشغول بضعفه سمع صوت جرس الباب، ولقى واحد من صحابه اللي كان ناسيه من سنين بيقوله: يا عم أنا مش عارف ليه جيتلك النهاردة، بس قلبي قالي إنك محتاج لي. فاكرين يسوع لما قال: قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك؟ انت مش لوحدك، دموعك مش سايبة وصرخاتك مش ضايعة. في اللحظة اللي انت فيها بتصرخ أنا خلصت، فيه في السما حد بيرد: وأنا سمعتك وجايلك. قوله من قلبك: يا يسوع أنا مرات كتير بضعف وبصرخ من كتر الوجع، بس إيماني إنك مش هتسيبني في اللحظة الأخيرة هو اللي مخليني أكمل. لو أنا على الأرض دلوقتي فده لأنك لسه مخليني هنا الهدف. اوعى تسيبني، اجري عليا وقت ضيقي زي ما وعدت في كلمتك: يدعني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. فيه ناس ممكن تبصلك وتقول خلاص دي النهاية، مفيش أمل، القبر اتقفل، زي ما حصل مع لعازر لما مات. كل الناس كانوا فاكرين إن يسوع مش هيجي، ووقت لما جه مرسى قالت له كده بصراحة: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. عارفة يا مرسى، يسوع كان شايف اللي انتي مش شايفاه، كان شايف ان الموت مش نهاية، وان التأخير مش تجاهل، وانه لما يتأخر بيبقى ناوي يتمجد. راح للقبر وشالوا الحجر وصرخ يسوع بصوت عالي: يا لعازر هلم خارجا. وايه اللي حصل؟ خرج لعازر ماشي على رجليه من جوه القبر. انتي ممكن تكوني حاسة انك جوه القبر، قبر الهم، الاكتئاب، قبر الوحدة، قبر الظلم، بس يسوع عنده قوة ينده عليك ويقولك: اخرجي من اللي انت فيها، انا جيتلك في الوقت اللي كنت فاكرة فيه ان خلاص الوقت خلص. يا رب زي ما ناديت على العازر باسمه نادي عليا انا كمان. انا محتاجة صوتك يصحيني من القبر اللي انا فيه، رجعلي الحياة ورجعلي قلبي اللي اتكسر. أنا مصدقة إنك لو اتأخرت فده علشان تيجي بجلالك وتتمجد قدام الكل. إن أمنتي طرينا مجد الله. أوقات السكات مش غياب، ولكن بيكون إعداد لمجد الله. عارفة أكتر لحظة بتخض لما تكوني في عاصفة وتلاقي يسوع ساكت، مش بيقول ولا كلمة ومش بيرد ولا بيتدخل، تحسي كأنك لوحدك في المركب والموج بيغرقك. بس هل السكات يعني إنه مش شايف؟ أبدا. فاكرة وقت ما التلاميذ كانوا مع المسيح في المركب والبحر هاج والريح ضربت وهم بيصرخوا: يا معلم أما تبالي إننا نهلك؟ يسوع كان نايم، كان نايم، بس ما كانش غايب. بمجرد ما صحوه قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت، فسكن الريح وصار هدوء عظيم. يسوع لما يسكت مش معناه انه نسيك، لكن معناه انه عارف الوقت الصح اللي هيتكلم فيه ويهدي العاصفة مرة واحدة. الهدوء اللي حساه حواليكي مش فراغ، ولا التجاهل اللي مكسرك ده حقيقي. ده يسوع بيعدك وبيعلمك إن الإيمان مش في الاستجابة ولكن في الثقة، حتى ولو هو ساكت. يا يسوع أنا أوقات بخاف من السكوت، بفكر إنك نسيتني، بس علمني أصدق فيك حتى ولو ساكت. علمني أهدى وأنا في العاصفة، علمني أقول للموج اللي جوايا اسكت، ابكم، لأنك أنت في المركب معايا ووجودك معايا أمان حتى ولو ما تكلمتش. من هو ذا فإن الريح أيضا والبحر يطوعونه. الناس بتحب المعجزة، بس محدش بيحب الانتظار قبلها. فيه ست 12 سنة 12 سنة وهي بتنزف، كل يوم بتضعف أكتر، كل طبيب قال لها ملكيش علاج، كل الناس بعدت عنها، حتى الأمل بعيد،
ولكن أما يسوع عدى من الشارع، هي قالت جواها لو بس لمست طرف توبه هشفى. وهي ماشية ضعيفة ومكسورة مدت ايديها ولمسته، وفجأة اتقطع النزيف، وجسد يسوع حس بالقوة اللي خرجت منه، وقال لها ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاكي. 12 سنة وجع تخلص في لمسة. انت ممكن تكوني في السنة التانية أو التالتة أو العشرة من الألم، بس يسوع مش ناسيكي، هو بيرتب المشهد كله، وعايز المعجزة تيجي في اللحظة اللي تلمعي فيها قدام الكل. هو عارف انك استنيتي قد ايه، وعارف ايدك وهي بتتمد ليه وبتقول انا تعبت، بس لسه مصدقة فيك. يا رب، انا يمكن مش قادرة اقول بصوت عالي، بس جوايا صرخة، لو لمستك بس هشفى، لو قربت منك هلاقي نفسي من تاني. اشفيني يا يسوع، اشفيني من الألم، من الذكرى، من الوجع اللي كتماه. خليني ألمسك، وصدقني هعيش بيك من جديد. فيه نوع من التجارب بيخليكي تقولي أنا مش ماشية في نار، أنا جواها. بس تعالي نشوف القصة دي مع بعض. شدراخ وميشاخ وأبدناغو 3 شباب أمنوا بربنا، ورفضوا يسجدوا لتمثال نبوخذ نصر، فكان جزائهم نار مش عادية. أتون النار كان متسخن أضعاف 7 مرات أكتر من الطبيعي، واترموا فيها، وكل اللي حواليهم قالوا خلصوا وانتهوا. ولكن الملك بص وقال ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فها أنا ناظر 4 رجال محلولين ويمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. هو ده يسوع. ما طلعهمش من النار فورا، ولكن دخل جواها معاهم، مش علشان يطفيها ولكن علشان يحضنهم جواها. النار اللي انت فيها مش أكبر من يسوع، هو مش واقف بره وبيتفرج، ده جواها معاكي وماسك ايدك وبيطفي لهيبها بإيده الحنينة. الناس شايفينك في النار، بس يسوع شايفك خارجة منها أنضج وأقوى وأقرب ليه. يا يسوع، أنا مش بطلب إنك تطلعني من النار، أنا بطلب إنك تكون معايا فيها، زي ما كنت مع ال3 فتية اللي فضلوا يموتوا على إنهم يبعدوا عنك. يا رب، حضنك جوه النار أمان أكتر من خروجي منها. لو هتتمشى معايا في التجربة، يبقى أنا مش خايفة ولا مكسورة ولا ضعيفة. إذا اجتزت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. يمكن تكوني بتعدي في لحظة صعبة وحاسة إنك في قاع القاع، بس صدقيني، اللي فاكر إن النهاية قربت ربنا بيقوله لسه القصة ما ابتدتش. ويسوع بيجي في آخر لحظة، مش علشان اتأخر، ولكن علشان الناس كلها عرفت إيه المعجزة دي. ما تعملهاش غير إيد إله قوي. لو الفيديو ده لمسك، لو عديتي بتجربة وحسيتي فيها إنك لوحدك، اكتبي لي في كومنت أنا مستنياك يا رب، وهصليلك بالاسم. اعملي لايك للفيديو وشاركيه مع اللي بتحبيهم، وسيبيله فرصة يوصل لحد يكون محتاج يسمع الجملة دي. لسه يسوع هيجي وهيتدخل في آخر لحظة. أمين. ربنا معايا ومعاكم، ما سبناش ولا لحظة، وربنا معانا في وسط المشاكل ووسط أتون النار. المسيح ماسك ايدينا كلنا. ربنا معايا ومعاكم. ما تنسوش من صلاتكم، وأتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام المسيح معايا ومعاكم.